مساء الخير يا شباب. البنك المركزي المصري نزل تدريب لطلبة الفرق التانية والتالتة. تمام، على موقعه الرسمي. هسيب لكم لينك التقديم في الوصف. شروطه ان انت تبقى خريج. اول حاجة طبعا نملى الابليكيشن. تاني حاجة تبقى خريج تجارة او اقتصاد او علوم كمبيوتر او علوم بيانات او هندسة او حقوق. الجي بي اي بتاعك يبقى فيري جود. تمام. بتملى الابليكيشن وبترفق معاه السي في، وبتجيب بيان بتقدير السنة اللي فاتت وصورة من البطاقة الشخصية. بعد كده طبعا هنا بندوس ابلاي اونلاين. هيفتح معانا بالوضع ده. هنعمل طبعا نيو يوزر، مستخدم جديد. هنكتب هنا يوزر نيم، بعد كده ايميل، ونأكد الايميل. كده هندوس كلمة ريجستير. اول ما ندوس كلمة ريجستير هيبدأ يدخلنا بقى لصفحة التسجيل. اول طبعا ما بتدوس كلمة ريجستير بيقولك ايه؟ افحص الميل بتاعك. هيتبعت لك ميل ان انت تأكد الايه التسجيل بتاعك وتعمل باسورد. اوكي. طبعا هيفتح معاه بالطريقة دي. هيطلب اول حاجة ابلود سي في. تمام، هنحمل السي في بتاعنا. بعد كده هندوس سيف اند كونتينيو. طبعا هيبدأ يملى الداتا بتاعتنا هنا تلقائي اللي موجودة في السي في، واللي مش موجود هنبدأ احنا نملاه. طبعا ادوس سيف اند كونتينيو يفتح لي اللي بعده. تمام. هل لديك اقارب يعملون؟ طبعا لا. هل تحمل الجنسية المصرية؟ طبعا نعم. سيف اند كونتينيو. اقول لك الادوكيشن بتاعك ايه، خريج ايه. وانا خريج جامعة بني سويف. المؤهل بقى بتاعك ايه. كالوس تجارة، التخصص إدارة أعمال، الشعبة إدارة أعمال. سيف اند كونتينيو. كده ضفنا التعليم بتاعنا. experience ده. بعد كده edit work experience 2 هنا. سلطة مايكرو فاينانس كريدت ليست. بعد كده يفتح لك هنا انت خريج تختار من اولى داخل تانية، ولا تانية وداخل تالتة، ولا تالتة وداخل رابعة، ولا رابعة وداخل خمسة. بعد كده بتختار المجال اللي انت حابب تتدرب فيه. تمام. بعد كده طبعا بتختار برضو ايه مجال الدراسة بتاعك ايه.
كده بتدوس سيف اند كونتينيو. هيفتح لك ايه بعدها؟ هيفتح لك الاتاتش، الحاجات اللي هترفعها بعد كده. هيقول لك راجع، بعد كده تدوس ايه سبميت، وكده تبقى قدمت. ده كان شرح بسيط، وهسيب لكم اللينك في الوصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.